بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أنا طالع قبل ما أتكلم عن أهل السوبر وبطولة السوبر والفرحة والفوز والمباركة والكلام الجميل ده، أنا عايز أعترف اعتراف بصراحة حقيقي بجد والله. أنا المشجع أحمد زكريا أبو سجدة بعترف وبقر إن الفريق ده فريق رخم والله العظيم. حقيقي أقسم بالله فريق رخم والله العظيم، رخم بس رخم بقى ايه على المنافسين، على اي منافس والله العظيم بجد فريق رخم. ده مش طبيعي، ده مش حاجه عاديه كده، ما تفهمش. نادي غريب. النادي الاهلي فعلا نادي غريب. يعني مباراه زي دي، المباراه من البدايه سهله خالص، سهله خالص على الاهلي، والاهلي سهلها على نفسه وجاب الاول وجاب الثاني ومسك المباراه شمال ويمين وبالطول وبالعرض، ومن اول دقيقه لغايه مثلا ما قبل ما فيوتشر يجيب الجون الاولاني الاهلي ماسك الكوره وعمال بيضيع في جوان وخلاص المباراه. ولعبت فيوتشر نفسهم والله العظيم كانوا واقفين خلاص في الشوط الثاني، تحس ان هم خلاص المباراه خلصانه، مش هنعمل حاجه، مش هنقدر نعمل حاجه، مش هنعرف نعمل حاجه. يوم الاهلي ايه ده، انا هحس كده مفيش اي منافسه. لا لا معلش، خد تعال هات جول يا عم. انت بتعمل ايه يا عم؟ خد بس هات جول يا عم. انت بتقول ايه يا عم؟ مالكش دعوه، خد هات جول. جبت الجول، بقول لك ايه، هات لك التاني يا جدع. ما صح يا جدع، بقول لك هات لك التاني، مالكش دعوه. يا عم ما ينفعش ازاي يا عم؟ هات التاني وخد التاني. خلاص بقى، والمباراه تتعجرم والدنيا تبقى بايظه ومش عارف ايه، وتبص تلاقي الاهلي يقوم خلاص في اخر دقيقة. طب خلاص نخش بقى الوقت الاضافي. طب يا عم يلا تعالى معايا الوقت الاضافي يا عم، اجي معاك فين بس ما تبهدلنيش يا عم، ما تقلقش. وياخدوا انجاجيه كده وياخدوا معاه الايه الوقت الاضافي. يخش الوقت الاضافي برضه المباراه رايحه جايه، الاهلي تحس ان هو مش قادر يوصل للجول. والله بجد تحس ان هو مش قادر يوصل، لعبته مش قادره توصل للجول. وتبص تلاقي المباراه خلاص بتروح بقى في سكه مش حلوه والتانيين بيتعشموا خلاص بقى يا جماعه، احنا ايه نروح ضربات جزاء. فاهم؟ هنروح ركلات الجزاء والموضوع بقى يبقى ايه، يبقى نشوف بقى يتحل ازاي. تبص تلاقي النادي الاهلي يقول لك لا انت رايح فين؟ انا خدتك معايا لحد هنا، مش هسيبك وارجع. مش هتكمل معايا. ايه يا عم في ايه يا اهلي؟ لا لا خد لك جول دلوقتي. خدت الجول، خد واحد كمان. خد التاني. والله العظيم بجد ايه يا اهلي ده؟ ايه ده؟ ايه يا عم الرخامه دي اللي انت بتعملها على المنافسين دي؟ اقسم بالله يعني حتى الماتش اللي فات برضه رخامه، برضه الماتش يبقى تعادل طول المباراه والدنيا بايظه وخلاص رايحين بقى على ركلات الجزاء برضه، وتبص تلاقي امام هوب الله طك صك مش عارف ايه، يروح يجيب الجول. الاهلي لا بيترخم والله العظيم بجد بيترخم. افتكرت والله العظيم دلوقتي كمان موقف كده او بوست لواحد صديق ليا يعني زملكاوي. مش عارف هو بيشوف الفيديو ده ولا لا. المهم كتب قال لك يا جماعه انا لما انتوا بتتفرجوا على الاهلي، كان الماتش اللي فات بعد الهدف بتاع امام عاشور، قال لك هو انتوا بتتفرجوا على الاهلي ومستنيين الاهلي يخسر مثلا؟ او بتستغربوا ليه لما الاهلي بيجيب جون بلس 90 او جون مش عارف ايه او الكلام ده؟ يا جماعه ده الراجل الاهلي دوت كان بيلعب كايزر تشيفز السوبر الافريقي طبعا اللي هو كان بتاع 2001. قال لك الكره بتاعت عصام الحضري اتشاطت من الجون فاول، كان فاول غير مباشر. الكره لو اتشاطت من عصام الحضري ودخلت جون على طول ما يتحسبش، فاول غير مباشر. لازم تلمس حد، تقوم تعمل ايه؟ تقوم تخبط في العارضه وتيجي في الحارس بتاع كايزر تشيفز وبعد كده تخش. هو ده الاهلي. انا هترخم عليك وهتكلح عليك يا اخي والله العظيم بجد. ايه العظمه دي؟ ايه العظمه دي يا اهلي؟ النهارده الواحد قاعد مش عارف عمال يسمع كده ارقام. النهارده البطوله ال 150 للنادي الاهلي، 150 بطوله للنادي الاهلي، اكتر فريق في العالم خد بطولات. يا اخي النادي الاهلي في شهر 4 اللي جاي ده يتم 117 سنه، يتم 117 سنه في شهر 4 لسه اللي جاي في السنه الجديده. وتبص تلاقي معاه 150 بطوله. الزمن نفسه مش قادر على النادي الاهلي، الزمن مش قادر يجري مع الاهلي سنه بسنه، مش قادر يجري مع الاهلي كتف بكتف، مش قادر. والاهلي معدي الزمن بتاعه، معدي السنين بتاعته. فحاجه بصراحه ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله، وربنا يديمك دايما يا اهلي. النهارده بياخد البطوله طبعا رقم 14 في السوبر المصري، وبتتكلم في 14 بطوله من 18 بطوله الاهلي شارك فيهم من اصل 21 بطوله اصلا اتلعبوا. ايه يا عم الارقام دي؟ ايه الارقام دي؟ اقرب حد ليه مين؟ هتبص هتلاقي مثلا الزمالك معاه 4 بطولات. انت بتهزر؟ انت جاي تهزر يا اهلي؟ والله العظيم بجد الاهلي جاي الدنيا دي يهزر، جاي مع الدنيا مع الانديه اللي معاه دي، جاي ما فيش حاجه اسمها منافسه. منافسه ايه والله بجد والله العظيم ما هزار ولا تحفيل. منافسه على ايه؟ منافسه في ايه؟ والاهلي بيجيب 43 دوري و11 دوري ابطال افريقيا ومش عارف 38 كاس والوقت 14 سوبر مصري. ايه يا عم نفسك في ايه؟ واخد بقى بطولات زي ما انت عايز تقول قول. ايه سوبر افريقي، على مش عارف سوبر افرو اسيوي، على السوبر العربي، على كاس العرب، على الكونفدراليه، على ايه يا اهلي؟ ايه يا اهلي؟ وبعدين النهارده بقى الحمد لله البطوله السادسه دي، كلمه السادسه دي على فكره شكلها فيها مشكله والله. من البطوله السادسه
لمستر كولر طبعا بعد ما خسر البطولتين الاخرى، بس نقول الحمد لله خد البطوله السادسه مع النادي الاهلي. والبطوله الاولى معلش انا اسف لوش السعد وش السعد النهارده بيفوز باول بطوله ليه بتيشيرت النادي الاهلي. وان شاء الله باذن الله اللي جاي كتير، اللي جاي كتير قوي يا وش السعد يا مامي عاشور، باذن واحد احد اللي جاي لك كتير قوي مع النادي الاهلي. فهو ده النادي الاهلي، هي ده عظمه النادي الاهلي، هو ده تاريخ النادي الاهلي. بتتكلم على فريق بجد سوبر النهارده، بطوله السوبر وهو فعلا سوبر، حاجه سوبر، حاجه سوبر، حاجه مش طبيعيه، حاجه بيضرب كل ارقامه القياسيه على طول، هو اللي بيجدد، هو اللي بيجدد وبيضرب. طب حد يجي يديني بالقلم حتى يا اخي؟ مفيش. حد يجي يشتمني من بعيد؟ مفيش. هو الاهلي، هو الاهلي بس اللي بيجيب الارقام، هو اللي بيكسرها، هو اللي بيضربها، هو اللي بيعمل كل حاجه في الكوره الحمد لله. وربنا يديمها نعم علينا اهلاويه. الف مليون مبروك السوبر رقم 14 والبطوله السادسه زي ما قلت لكم مستر كولر، وربنا يوفق. والنهارده الحمد لله مودست المكنه طلعت قماشه النهارده، هو هدف غالي، هدف ثمين يعني، الحمد لله جاب لنا بطوله. ان شاء الله باذن الله اللي جاي كله خير، سواء الاهلي جاب مهاجم او ما جابش، بس ان شاء الله باذن الله الاهلي يجيب برضه مهاجم، بس برضه حاجه كويسه لمودست ان هو يقدر يجيب هدف النهارده ببطوله. والف مليون مبروك يا اهلاويه، ورب دايما فرحانين، ودايما كده الاهلي مفرحنا ومجمعنا دايما. وشكرا لكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.